ليه الحكومة ما تعملش قانون لدخول السيارات المستعملة من أوروبا لمصر عن طريق المغتربين ويندفع عليها ضريبة باليورو أو الدولار، وده يحل أزمة الدولار ويحل أزمة أسعار السيارات في مصر والكل يكون مستفيد. أشرح لك الفكرة، بس الأول نشوف النائب أحمد عاشور قال لك إزاي نحل أزمة الدولار عن طريق المغتربين في الخارج. اثناء تجديد اذن السفر اللي بيجدد سنويا او وهو بيجدد اجازته ما يفيد انك حولت 50% من مستحق. صلى على النبي. عم احمد، انت وظيفتك وقيمتك بتاخدها من انك نائب من الشعب، بتمثل الشعب قدام الحكومه، مش بتمثل الحكومه قدام الشعب، عشان انت كده بتمثل على الكل. فتعالى عارفك شغلك، بما انك مش عارف انت وكان جاب لك برضه طلع بهاء الدين ابو شقه قال لك المغتربين في الخارج عشان يجددوا تصريح العمل يتفرض عليهم نسبه يدفعوها بالدولار او باليورو. انتوا نواب من الشعب وللشعب، مش دوركم تدوروا على حقوق الحكومه عند المواطن، انتوا دوركم العكس، تدوروا على حقوق المواطن عند الحكومه وتستجوبوا الحكومه ودايما تهاجموا الحكومه، دي وظيفتكم. فاللي انتوا بتعملوه ده بيثبت لي ان مش بس المشكله دايما في الحكومات، لا المشكله فينا احنا كشعب، لان انتوا المفروض نواب منا وبتدافعوا عن حقوقنا. فانتوا ان كان في مشكله في المسؤولين او في الحكومه فهي عشان هم منا. فما علينا، تعالى نتناقش في الفكره الهلس اللي انت مقدمها يا عم احمد عشان عارفك انك راجل هلس. اللي في الخارج كل واحد فيهم لو اتبرع بدولار. ففكره انك تجبر المغتربين بالخارج ان هم يحاولوا 50% من مرتباتهم، وفي الاول تجيب مفردات مرتباتهم من بره فتعرف هم بياخدوا كام ويحاولوا 50% عن طريق البنوك المصريه، دي مش حل ازمه الدولار ولا دي فكره مشروع، دي فكره هلس طالعه من راجل هلس زيك وكلها بلطجه ومحدش هيسمح لك ولا تقدر تنفذها ولا تقدر اصلا تجيب مفردات مرتبات المصريين بالخارج ولا حد يسمح لك بالكلام ده. فتعال اقول لك فكره عمرها ما هتيجي في دماغك، لا انت ولا النواب اللي بثلاثه ساغ اللي زيك، ومش عارف الناس بينتخبوكوا ليه. يعني احنا في دايره فاجوس عندنا كان في 2 نواب كان بيطلعوا يقولوا افكار هلس زيك كده الدوره اللي قبل اللي فاتت، الدوره اللي فاتت ما حدش انتخبهم وما نجحوش. فتقريبا انت عشان نائب عن دايره العمرانيه، ممكن يكون الناس في الجيزه او في المدن ما بيهتموش بالانتخابات والقصه دي، فانت بتظبطها وبتنجح باقل اصوات. لكن انت لو في ارياف او في الصعيد وفي بلاد يعني عارفه مين النائب بتاعها وبيقول ايه وبيعدوا عليك الكلام، ما اعتقدش انك هتنجح تاني. فاسمع بقى المشروع ده وافهم واستفيد. انت عايز المغتربين في الخارج يساعدوا في حل ازمه الدولار من غير بلطجه بقى ومن غير ما تعاملهم على اساس انك حاطط ايدك فوق راسهم وماسكهم من رجابهم. فهتعمل ايه؟ هتعمل مشروع يكون الطرفين فيه مستفيدين. فالصح تعمل مشروع اسمه جذب اموال المغتربين في الخارج. فبسم الله الرحمن الرحيم، اول ما هتقول هعمل مشروع لازم تعمل حاجه اسمها بيزنس موديل، يعني نموذج عمل. نموذج العمل ده اهم ركنين فيه ايه؟ انك تقدم فاليو، قيمه للمغترب ده عشان تجذب فلوسه ويدفع عن طيب خاطر لانك مش ماسكه من رقباته زي ما انت فاكر. وفي نفس الوقت تقسم المغتربين دول لشرايح عشان تعرف هتستهدف مين، هتقدم له قيمه ايه تفيده ويدفع فيها فلوس عن طيب خاطر. فتعال اديلك مثال. الدولة لما عملت مشروع سيارات المغتربين في الخارج، ليه المشروع ده ما نجحش بالدرجة اللي هي؟ لأن هم عملوا العرض بس مش عملوه مناسب لكل شرائح المغتربين اللي بره. ليه؟ هم عملوه على العربات الزيرو بس، وكان أجل دفع على العربات الزيرو دي جمارك حوالي $5000 وقال لك هتستوردهم بعد 5 سنين. فتعال انت احسبها كام نسبة، كام في المية من المغتربين يقدروا يدفعوا مبلغ ثمن عربية زيرو و5000 يورو. مش هقول لك ان احنا هنا مش لاقيين ناكل ولا انا اصلا بحب الناس اللي بتعيط، لا معانا فلوس الحمد لله ومستورة. بس تعالى اقسم لك كده 10% بس هو اللي قادر يعمل كده. ليه؟ لان انت كده مستهدف شريحة غير عربيته اللي هنا قادر يشتري عربية زيرو يبعتها مصر ويدفع عليها $5000 وهياخدهم بعد 5 سنين. مش مشكلة ياخدهم امتى، بس المهم ان هو في الاساس يكون قادر يدفعهم سليم. النسبة دي لا تتعدى من المغتربين 10% 15%، ومش هيتجاوبوا معاك. ليه؟ انك انت كده مستهدف اعلى فئة، الناس اللي شغاله بقالها 20 سنه في الغربه وفي وظائف مهمه ومعاهم فلوس كتير، ودول هيمشوا بمبدئين، يا اما مبدا شراء العبد ولا تربيته، مش هيعمل اللي انت بتقول عليه ده وهيشتري العربيه حره في مصر وفرجها بسيط بالنسبه له، او هيعملها كتجاره انه ياخد العربيه دي يبيعها لحد في مصر ويكسب فيها وهي مش كان عليها حظر بيع، اللي هي العربيات الزيرو بتاعت المغتربين دي. فده هيحصل ايه؟ يجي واحد زيك كده سارق فلوس الشعب يحول فلوس دولار زي ما هيحولها باي طريقه للمغترب، والمغترب يبعت العربيه على اسمه، وكده ما جابتش حاجه من بيت ابوها، فلوس من بره طلعت جوه ودخلت جوه تاني. فانت ما استفدتش برضه بفلوس المغترب، لان زي ما قلت لك الشريحه اللي معاها ان هي تشارك في المبادره دي مش لازمهم العربيات، ولو لازمهم هيكون تجاره. وده برضه ينطبق على اراضي بيت الوطن. مش هقول لك كانت غاليه، لا كان اسعارها كويسه بس عاليه، بتستهدف الشريحه العاليه. والشريحه العاليه دي بالنسبه له هو معاه فلوس كتير فبيختار، مش هيجهد نفسه ان هو يروح يشترك في بيت الوطن ويستنى لما تفتح ويدفع، مش عارف كان بيدفع عليها $100,000 تقريبا، ويستنى لما ترسى عليه ويبيعها ويكسب فيها. فاهم الفكره؟ دي اللي كان بيحصل. فانت عشان تعمل نظام العربيات ده او اراضي للمغتربين ويتجاوبوا معاك لازم تستهدف كل الشرايح. طب تعالى انا اقسم لك الشرايح. المغتربين ناس معاها بالبلد كده معاها فلوس طرش، وناس في النص
وناس لسه بتشوق طريقها، شباب لسه مسافر ما كملش سنه سنتين سواء في اوروبا او في الخليج وفي اي مكان وبيشوق طريقه. ودول النسبه الاكبر. تستهدفهم ازاي؟ عن طريق حاجه سهله ومعتمده هنا واحنا عايشين بيها، القسط. ازاي؟ انت افتح موديلات العربيه، خليها لحد المستعمل عادي، ان المغترب يقدر ينزل عربيه مستعمل، وبدل ما يدفع 5000 لا يدفع عليها 1000. ولو عربيه احدث شويه وبندفع عليها 2000 يقسط على 3 4 شهور. طب ده هيفيد بايه؟ ان بدل ما انت مستني 15% من المغتربين يتجاوبوا معاك وكل واحد يدفع 5000 وده ما حصلش، لا هيتجاوب معاك 80% من المغتربين، كل واحد هيدفع 1000 اكتر من اللي انت مستنيهم يدفعوا 5000، وهتكسب وهتبقى مرضيه. ونزول العربيات المستعمله دي هيبقى خفيف عليا انا كمغترب، معيش ادفع كتير. ووجود العربيات دي لما تنزل مصر بكتره هتقلل اسعار العربيات. طب ده خطر على مين؟ مش خطر على حد، لا احنا دوله بتصنع عربيات فكده بنهدم الصناعه لما نستورد كتير. اللي هيتضرر مين؟ المستوردين بتاع العربيات. مش مشكله يولعوا، ما هم سرقونا كتير وحطوا اوفر برايس وخربوا الدنيا من زمان. فهترخص اسعار العربيات. مغترب زي حالاتي وزي غيري اللي هم السواد الاعظم، الشريحه الاكتر، هيقدر ينزل العربيه ويدفع لها 1000 ولا 2000 دولار، يدفعهم قسط يدفعهم كاش. حتى لو انت تشغل دماغك شويه تخلي ان ترخيص العربيه بالدولار طول ما المغترب صاحبها مسافر يدفع تجديد ترخيصها بالدولار، بس ما تشمتوش، لا يدفع بالدولار قيمه الترخيص المصري بيدفعها في مصر، بس هدفعها بالدولار، هتستفيد بالعمله وبيدفعها عن طيب خاطر وبيدفع اقساط. وعربيات مستعمله كتير هتنزل اسعار العربيات وكله هيتفاعل معاها. ليه؟ انا لما اروح اجيب عربيه مستعمله مش زي دي عشان دي غاليه شويه، زي اللي وراها اللي كان ظاهره قبل ما دي تركن 3000 دولار وادفع عليها 2000، ادي 5000 كده 100 العربيه واقفه لها بحوالي 200000، هتتباع في مصر ب 250 240. اسعار العربيات هتنزل. هتلاقي عربيات مستعمله في مصر 2005 عربيات اوتوماتيك وعربيات كامله و100 ب 150000 جنيه. وخلي الشعب يعيش، خلي كله يركب عربيات. المغترب استفاد، والمواطن في مصر اللي بيركب عربيه صيني بمليون جنيه هيستفاد، هيلاقي عربيه ياباني والماني محترمه ب 100 وب 200000 جنيه، وكده كله استفاد. قصه برضو اراضي بيت الوطن دي، عايز تعملها ما تعملش ارض يندفع لها 100000 دولار، اعمل حته ب 20000 دولار وحته ب 100 وحته ب 500 وحته ب 40. خلي الكل يشتغل معاك وخلي سياسات تقسيط. التقسيط ده انت بالنسبه لك مش حل الازمه، لانك انت عندك ازمه دولار وعايز تحل النهارده. ما هو التقسيط ده لو بدا النهارده و80% تفعلوا معاه انت حليت الازمه. انت اول شهر بس اقساط هتلموا جد اللي انت مستني تلمه من الكاش من الشريحه الغنيه اللي انت مستهدفهم، وما بيتجاوبوش. ليه؟ لانهم لو اتجاوبوا بيتجاوب معاها كتجاره، وبيتجاوب معاها بمبدا شراء العبد او تربيته، اللي هو لا انا مش هروح اخد ارض في بيت الوطن وانزل اشتري خالص وخلاص، هعملها لو انا تاجر وعايز اتاجر فيها. فده اللي انا بكلمكم فيه عشان تستفيدوا من المغتربين. لكن فكره بقى على تجديد تصريح العمل هنعمل له وهنسوي له، وان احنا نجيب مفردات مرتبهم ويدفعوا 50% اجباري عن طريق البنوك، محدش هيسمح لك تعمل كده ولا في ايدك تعمل كده. ورساله بقى للشعب، لو انتوا شايفين ان مشكلتكم في الحكومه، الحكومه فيها مشكله، بس الاكتر من الحكومه المشكله فينا احنا. اهو النواب دي ناس منا والمفروض بيدافعوا عن حقوقنا، بيعملوا فينا ايه؟ واحنا اللي جبناهم وباصواتنا. وكذلك بتلاقي برضو ناس بتعلق، يعني مثلا لو اتكلمت على قصه الدولار قبل كده في فيديو وقدمت حل يمنع السوق السوداء، لقيت ناس، وبتكلم عن السلبيات اللي وجدت السوق السوداء، لقيت ناس مغتربين يقول لك لا المشاكل دي مش مشاكل، ده سيستم وده قانون. الناس دي هي بيحاولوا فلوس سوق سوداء، بس احنا بتوع شعارات وبتوع طبلة وعمرنا ما نشوف المشكلة ونشوف لها حل. لا احنا بس نعمل كده. كل يعني احمد عاشور دي بيمثلنا كلنا، او معظمنا كده زي احمد عاشور، يحب يطبل وما يحبش يحل المشكلة. ومشكلتنا مش مع الغلط، احنا مشكلتنا ان الغلط ده في صالحنا ولا لا. يعني لو الغلط في صالحي انا معاه، طب الغلط ده ضدي لا يبقى غلط. فاهمين؟ يعني احمد عاشور ده لو ليه اخ مغترب هيقول له حول سوق سودا، لكن هو ملوش اخ مغترب، اذبح المغترب. هو ده المبدا اللي احنا ماشيين بيه كلنا. مش بنقيم الصح والغلط بناء عن ثوابت ان في صح وفي غلط والمصلحه العامه، لا كل واحد حسب مصلحته. تلاقي واحد يطبل ويقول لك اسلخ المغتربين ما يقفوا مع البلد ما يدفعوا ما يعملوا، لو هو نفسه اغترب هيحول سوق سودا. لو هو نفسه اخوه مغترب هيقول له اوعى تحول على البنك ولا تخسر فلوسك. لو هو نفسه مغترب هي بس في الشعارات ملناش حل.